كل يأتي مثل الراء يا مريم يا رياض البرية سلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية سلام لك يا مريم سلام لك يا مريم. القمص صليب حكيم سنونة كاهن عام في الإبرشية وموجود في كنيسة الأمرسوي اللي بركة زيت العذراء بيتدفق للسنة ال25 لهذه الأيام. اليوبيل الفضل بنحتفل بيه بمعجزات الزيت اللي نزلت من صوب العذراء اللي حصلت في يوم 20 فبراير سنة 1990. صلوات الناس واحتياجهم لبركة الزيت هو اللي جعل الست العذراء تتحنن عليهم وتبعت الزيت بتاعها، وربنا يبعت الزيت بتاعها عن طريقها للبركة والشفاء لكل الناس أقباط المسلمين. المعجزات اللي حصلت للكل. كل سنة معجزات جديدة بتحصل. من ضمن المعجزات اللي حصلت السنة دي إن كان في ولد صغير جاي عشان يتعمد هنا، نادر يقولوا يعمدوه في كنيسة الأمرسوي، وبعد ما اتعمد وقاعدين بيقضوا اليوم واحنا كنا قاعدين في الحوش، واذا بالام بتصرخ بتقول تصوت والناس اللي حواليها بيصوتوا، طلعنا نجري عليها في ايه يا امي؟ قالت الولد مات، الولد ما بيتحركش. فعلا انا خدته وجريت اجري بيه على صورة السيدة العذراء وكيس الزيت اللي كان موجود وحطيته على الرخامة تحت الكيس، ورفعت عيني لصورة العذراء وبقول لها مش معقولة يا ستي عذراء اني يجوا يعمدوا ابنهم عندك الكنيسه هنا ويرجعوا من غيره، ده انت بتتحنين على الناس وتشفي المرضى يبقى ابنهم مش هيرجعوا بيه. وقعدت اقول لابونا اللي كان واقف معايا ابونا ارميا، قلت له ابونا اعمل تمجيد، اعملوا تمجيد للست العذراء. الشعب كله اتلم بدموعه قعد يقول تمجيد زي اللي بيقولوها دلوقتي واحنا سامعينها دلوقتي التمجيد دوت. وبعدين فجأة واحنا عمالين نصلي كده ويجي الولد بيرمش، انا في الحقيقة مديت ايدي وبمسك دراعه كده زي ما يكون قرصته كده، الولد راح صارخ ومعيط، اشتلته كده وقلت له خدي ابنك اهوت. الست العذراء مدت ايده ورجعته تاني زي ما كان. دي كانت احدث معجزة حصلت السنة دي. حصلت امتى بالظبط؟ يعني بالظبط المعجزة اللي حصلت من حوالي شهرين ونص 3 اشهر، في ظرف يعني ما بين السنة ال 24 والسنة ال 25. والزيت نزل السنة دي ال 25 يوم 14 فبراير. هو طبعا المعجزة كانت 20 لكن هي كانت بتبدر تملي كده يوم 14 20، وده كان صباح تاني يوم ذكرى عندنا بتحتفل بيها الكنيسة، ذكرى دخول السيد المسيح وهو طفل إلى الهيكل. طب احنا بس عايزين نسألك سؤال تاني، هل في كنيسة على مستوى العالم بيحصل فيها نفس المعجزة؟ لا انا هقول لك حاجة على حتة الزيت دي، ودي قالها قداسة البابا شنودة. يعني كل الناس تسمع عن الناس في اي كنيسة في اي حتة في العالم يقولوا الصورة دي نزلت زيت، او عينين السيد المسيح نزلت دم او الكلام ده. اي حاجة بتظهر في البيوت احنا الناس بتتشكك فيها. يعني حد يقول لك ان في صورة عندي في البيت بتنزل زيت، الناس بتتشكك فيها يعني. وثانيا بيقعد نزول الزيت ده عندها في البيت حوالي يوم 2 3، لكن لم يحدث على مستوى العالم كله ان صورة تقطر زيت وزيت للشفاء وشاهدوا بيه العالم كله على مدى 25 سنة. ده مقول قالها قداسة البابا، قال إطالة مدة الزيت السنة ده دليل على بركة الست العذراء اللي بعتها تشفي الناس. لأن المعجزة أصلا قداسة البابا سماها المعجزة اللي اتعملت للست من الكانسر، سماها معجزة توبة قبل ما تكون كمعجزة شفاء. شكرا لحضرتك يا منى صليب، شكرا جدا. كل سنة وانتم طيبين. الأستاذ سامي بشارة مسؤول العلاقات العامة بكنيسة الأنبا بشوي، نحب نرحب بحضرتك في البداية. يا أهلا وسهلا بحضرتك. هذه الفترة تتزامن مع نزول الزيت من صورة السيدة العذراء. تمام. عايزين نعرف هل نزول الزيت سنويا؟ سنويا كل سنة من 16 15 14 في شهر 2 بتنزل صورة الزيت. السنة دي تعتبر السنة الكام لنزول الزيت؟ 25. 25. كلمة عن دليل الموت. كل إنسان بيتعمل له معجزة بيبقى مؤمن بستنا العذراء بيحصل له معجزة.
تمام. والمعجزات موجوده عندنا في الكنيسه الانبا بشوي عند ابونا بولا، تمام، وكلهم موثقه معتمده من الاباء.